السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كل المتابعين والمتابعات يكونوا بخير. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة صيفية سهلة: فطائر المقلاة بدون بيض، بدون دجاج، وبلا فرن طبعا. خليك معايا لآخر الفيديو، راح تشوفي معايا أسهل وأنجح طريقة فطائر المقلاة بعجينة طرية كيما راكي تشوفي فيها في الفيديو. نبداو نقولوا بسم الله، ونبداو اول حاجه بتحضير العجين. انا هنا راح ناخذ المكيال هذا تاع الكاس تاع 220 مليلتر. خديت زوج كيسان ماء دافئ طبعا، هاهي زوج كيسان ماء. المكيال هذا راح نقول لك في اخر الفيديو شحال من تحصلت على فطيره. ناخذ ملعقه ونصف حليب جاف، ملعقه سكر، وملعقه خميره فوريه. هادو هم المكونات الأساسية لعجينتنا لنهار اليوم. نحطوهم فوق الماء الدافئ ونخلطهم مليح حتى يذوب هذاك الحليب وتبدا الخميرة تبدا تتفاعل نوعا ما كيما راكي تشاهدي. يعني كل المكونات هنا رايحين يذوبوا مع بعضهم البعض. فطائر المقلاة وصفة صيفية بامتياز، جربوها وأكيد راح تحبوها وتعتمدوها في هذا الصيف إن شاء الله. نضيف كمية من الفرينة حوالي كاس أو نصف كاس باه نحضر الخميره الاوليه للعجينه تاعي. هذه هي الخطوه اللي راح تمد للعجينه تاعي طراوه وخفه. نخلطها بالضراب اليدوي. العجينه تاعي خفيفه ما تاخذش مني وقت كثير، اكيد الكل راح يحبوها. ها هي شفتوا كيفاه كل المكونات ذابوا واندمجوا مع بعضهم البعض. هذا الخليط راح نخليه مدة 5 دقائق في هذه السخانة تكفيه. إذا كان الحال بارد 10 دقائق. تبدأ الخميرة تتفاعل، وبعدها نجيب ثلث الكاس اللي كيلت به الماء. زيت طعام، ثلث كاس زيت طعام. راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. ملعقة متوسطة من الملح، يعني الزيت والملح نضيفوهم في الخطوة الثانية بعد ما تبدأ الخميرة تاعنا تتفاعل، باه نضمن انه الفطائر تاعي يجو خفاف ويجو طريين. خلطت كل المكونات مع بعضهم البعض. نجيب الفرينة. انا هنا خذت لي حوالي 6 كؤوس فرينة، وانتي حسب الفرينة تاعك وتشربها للسوائل تزيدي ملعقة او تنقصي ملعقة، تضيفي كمية وتشوفي القوام تاع العجينة تاعك. انا هنا خلطت بملعقة خشبية حتى ندمجوا كل المكونات مع بعضهم البعض، ومن بعد نستعمل يدي. طبعا دائما نقول كل بنوتة وكل متابعة معايا في القناة نقول لك العجين لازم تمسيه بيدك، لازم حتى ولو ما عجنتيهش لازم يدك تمس العجين. هاهي كمل كامل ونجمع العجين تاعي بيدي باه نعرف القوام تاع العجينه. لازم يكون قوام متوسط، ما تكونش عجينه يابسه وما تكونش طريه. واضحه البنات؟ هنا نقدر نزيد نرش عليها شويه تاع فرينه. حطيتها فوق طاوله العمل، هك ندلكها دقيقه او 2 لا اكثر. يعني مش راح تاخذ مني لا اكثر من دقيقه ونص الى 2 دقائق. هاهي اذا شفتها تتلصق نرش قليل فقط من الفرينه او طحين الابيض. واضحة البنات؟ فطائر المقلاة بدون لحم، بدون فرن، وبدون بيض. أكيد راح يحبوها الكثير من المتابعين وكثير من المتابعات. يلا البنات اللي مازال ما حطتليش إعجاب للفيديو نقول لك ارجعي ديري لي إعجاب، لأنه هذاك الإعجاب تاعك هو اللي يطلع الفيديو ويخلي أكبر الناس تشوفه. نجمع العجينة تاعي بهذه الطريقة، ونجيب الإناء هذاك اللي خلطنا فيه في أول مرة، ما نزيدوش إناء آخر، ندهنه بقليل من الزيت فقط ونحط فيه العجينة. هاهي ونغطيها بكيس بلاستيكي ومنديل ونحطها بجنب حتى نحضر مكونات حشو الفطائر تاعي. واضحه البنات؟ هنا بعد ما تخمرت العجينه تاعي وحضرت صلصه الطماطم، البطاطا مقليه، الجبن، وراح تشوفوا الخطوه اللي بعدها. نجيب بلاطو هكا نرش عليه شويه تاع الفرينه ونحاول نشكل العجينه تاعي كويرات بحجم البيضة، تقريبا بحجم البيضة. انا هنا تحصلت على 16 فطيرة. 16 فطيرة غير بالمكيال تاع الكاس هذاك اللي كيلته من اول مرة. 16 فطيرة متوسط الحجم، يعني مش كبيرة خلاص ومش صغيرة، يعني هذه مقادير مضبوطة. نكمل نشكل كامل العجينة هاهي ونغطيها نخليها بجيه على جانبه. نبدا نشكل. هنا مش راح نخليها تزيد تتخمر، يعني نحط المقلاة تاعي فوق النار على نار متوسطة. حضرت بطاطا مقليه، حضرت انواع تاع الاجبان، جبن مبشور، جبن هذا تاع البرجر، حضرت صلصه الطماطم، حضرت الطون لانه هنا راح نعتمد الطون مع الحشو تاعي، وكل وحده وتحشي على حسب ذوق افراد العائله تاعها. هاهي فطائر تاعي اليوم راهي بلا دجاج، بلا لحم، بلا بيض، بلا فرن. يعني كانت من اروع الفطائر اللي حضرتها معاكم في قناتي.
نفتحوا كرة من العجين. طبعا دائما نستعينوا بالفرينة باه ما تلصقش معنا، لانه العجينة تاعنا طرية نوعا ما. ها هي نقلبها ونفتح، نقلبها ونفتح حتى نتحصل على دايرة رقيقة. ما تنسوش البنات العجينة تاعنا فيها الخميرة، نحطوها في المقلاة راح يزيد السمك تاعها. واضحة البنات. نحط ملعقة كبيرة تاع صلصة الطماطم اللي حضرتها، حبة طماطم، درت لها سنة ثوم، درت لها شوية زيت، ملح، تابل، درت لها وريقة رند، وحطيتها فوق النار مدة 5 دقائق ولا 4 دقائق وخليتها بردت. ما نحطهاش ساخنة فوق العجينة. نحط في النصف اللي امامي صلصة الطماطم، نجيب نحط هنا حبات تاع بطاطا مقلية، لانه كل افراد العائله كبير وصغير يحبوا البطاطا المقليه تكون في الساندويتشات ولا في الفطائر. كما ذكرتك قلت انه كل وحده تدير الحشو تاعها على حسب امكانياتها وحسب ذوق عائلتها والافراد تاعها واش يحبوا ياكلوا. هنا ضفت عليها جبن مبشور، زدت عليها الجبن هذا تاع البرجر هذا. تقدري تزيدي تستعملي الجبن الابيض المثلثات او المربعات، يعني كي تكون فيها الاجبان متنوعه اكيد ذوقها يكون مختلف خلاص. هاي حطيت حبه قسمتها على 2 وحطيتها فوق هذيك المكونات كلها. نثني هذه الفطيره على 2 كما طريقه السوفلي، ولكن مش سوفلي، مش راح نغلقها، راح نخليها كما هك ونضغط عليها فقط في المقلاة. اكيد رايحه تاخذ الشكل اللي حبيت نوصله. واضحه البنات؟ ما كانش اسهل من هذه الفطائر. ها هي نديها للمقلاة اللي حطيتها فوق النار متوسطه. ها هي شتو كيفاه البنات؟ نضغط عليها غير بالملعقه ولا باي اداه على الاطراف، رايحه تغلق ومش راح تفتح معانا. نبقى نحرك فيها في المقلاة باه تدي لون متجانس، ما تكونش جهه بيضاء وجهه حمراء، ونقلبوها الجهه الثانيه كيف كيف، ونبقوا نحركوا فيها ونبقوا نضغطوا عليها من الاطراف باه تاخذ لون محمر. شوفوا اللون تاعها كيفاه بدات تحمر البنات، مازال ما طابتش هنا، ولكن حبيت نوري لكم فقط الفطيره تاعي. نكمل كامل الحبات وراح تشوفوهم معايا في صحن التقديم. ها هي فطائر المقلاة بدون لحم، بدون بيض، بدون فرن. اكيد كانت هي وصفتي لكم لنهار اليوم، حبيت نشاركها معكم. هذه وجبه صيفيه اعتمدوها البنات، واكيد راح تعجب كل افراد العائله، خاصه في موسم الاصطياف. ندوها معنا للبحر، ندوها معنا للغابه، اكيد راح تكون من اروع الفطائر والاطباق اللي نحضروها. واضح؟ اللي عجبها الفيديو عجبتها الوصفه ما تنساش بارطاج للفيديو مع الاهل والاصدقاء والمعارف، بارطاجوه في شبكات التواصل الاجتماعي، هكا القناه تكبر بكم وبدعمكم وبتفاعلكم معي. قولوا لي في التعليقات البنات اذا انتم تحضروا الفطائر بهذه الطريقه، ولا وش هي انواع الفطائر اللي تعتمدوها في الصيف، هكا نستفادوا من بعضنا البعض. في النهايه دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.